ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض سمك مقلي. ده روسي، دي سمكة الروسي اهي، ودي سوردية، ودي سردين. دي اللي هي بتتخلل. السمكة دي ممكن لو انت عايزة تخلليها ولا حاجة. بس احنا هنقليها النهارده، هنضفها واقليها. والسوردية والروسي هنضف كل ده، وبعد كده ايه نعمل له التمليح. تمليحة توم وفلفل وكمون وكزبرة وملح، وهنعصر عليها ليمون. دي كده التمليح. هنضف الروسي والسوردية والسردينة، وبعد كده بقى ايه نشطفها ونملحها. كده انا نضفت السمك وشطفته وملحته اهوت زي ما انتوا شايفين. التملحه ديت توم فلفل اخضر ملح كزبره كمون، بهارات اللي انت عايزه تحطها حطيها، بس اساسي كزبره وكمون والليمون. انا كده ملحت السمك كله. التملحه دي بقى مش هرميها ولا عينها. التملحه دي تقدري تحطي منها على السلطه اللي انت هتعمليها، تقدري تحطي منها على الرز اللي انت هتطبخيه، يا اما على الخلطه اللي انت هتعمليها للسمك. بنبقى نعمل خلطه كده بالميه، يعني بتحطي الدقيق ونشا وتحطي البهارات دي كده. التومه دي فيها كل البهارات اللي انت عايزاها، تقدري تحطي منها على الخلطه اللي انت هتعمليها للسمك. دي كده ما تترماش ولا تعينيها يوم السمك، تقدري تعملي بيها كل حاجه. ملحت وخلصت، ودول اتبقوا هحط منهم على الخلطه بتاعه السمك، يا اما تحط منها على السلطه. السمك كده جاهز على القليه على طول. لازم تملحي السمك كده قبل ما تقلبي شويه، يشرب من التتبيله بتاعته، على ما تغسلي لك بقى شويه اطباق، على ما تعلقي على الرز، اعملي سلطه. بس سيبي السمك كده متبل شويه. تتبيله السمك دي جميله. كده انا عملت الخلطه بتاعت السمك، دقيق وملح وكزبره وكمون وليمون، وحطيت حته توم اللي انا كنت عاملاها للسمك، وعملت ميه وقلبتها كده، ودي خلطه السمك. ده الدقيق حطيت عليه ايه نشا، وبرده نفس البهارات بس ما حطيتش توم. السمك الثوم حطيت منه على السلطه، حطيت منه على الخلطه بتاعت السمك، حطيت منه على الرز حته صغيره كده. يعني الثومه اللي تتبقى ما ترميهاش.
حطينا ده الروسي واللي في الصينيه السوري. لسه الرجله كده لسه سردينه ويبقى خلاص. والرز هنا خلاص كده هتحطيه. انا كده خلصت الغدا، حطيت السلطه والرز والمخلل. ده مخلل اللفت اللي احنا عاملينه، ده بصل اللي عايز ياكل بصل، والرز والسلطه. كده خلاص الغدا خلص. يلا يا حبايب قلبي عشان ما اطولش عليك، اتفضلوا بقى اتغدوا معانا. يلا باي.